ومن ساعة اللي عملته أنا وندى وأنا مش عارفة أبطل الموضوع ده، وعلى طول ببقى عايزة أعمل كده مع أي بنت. لكن قبل ما أقول لكم أنا اللي حصل معايا أنا وندى، أتمنى تنزلوا تصلوا على النبي محمد في التعليقات. أعرفكم بنفسي، أنا إسراء، عندي 18 سنة، لسه في تالتة ثانوي. ما كنتش بحب أذاكر أو أجرب دماغي بأي حاجة غير حاجة واحدة بس، وهي شكلي كان حلو جدا، وجسمي كمان كان حلو. ماما كانت بتقولي جسمك كبر بدري قوي، وملامح الأنوثة بانت عليا، وأنا كنت ملاحظة كده. حتى أصحاب البنات لاحظوا الموضوع ده، بقى في كتير منهم بيغيروا مني. المهم زي ما قلت لكم أنا لسه مراهقة، عندي 18 سنة، يعني مش في دماغي حاجة غير إني أبقى مبسوطة أيا كانت الطريقة اللي هتبسط بيها بقى. المهم تكون بمزاجي. كنت بكلم صاحبتي ندى وإحنا قاعدين في الحمام. ندى بالنسبة لي هي أول صديقة ليا، أنا وهي نعرف بعض من أيام الحضانة. المهم كنت بكلمها على الأفلام اللي بتفرج عليها. طبعا انتوا فاهمين قصدي، انتوا طبعا فاهمين أنهي أفلام. وبنسأل بعض بنحب نوع إيه في الأفلام دي. كلام ملوش لازمة، يعني بين اتنين صحاب عادي. المهم ندى قالت لي إنها بقت بتتفرج على أنواع جديد بالنسبة لي، وهم البنات اللي بيبقوا مع بعض في الأفلام. أنا استغربت، أنا عشان ما كنتش بحب النوع ده من الأفلام، لكن سبتها تكمل كلامها عادي، وهي فضلت تحكي لي على البنات اللي بيعملوا كده وبيعملوا إيه مع بعض. وكنت شايفة في عينيها إنها مبسوطة قوي. لقيت ندى بدأت تبصلي وبدأت تقرق عليا، وريحتها كانت حلوة قوي، وقالت لي ما تيجي نعمل زيهم. أنا ضحكت وخدت الموضوع بهزار وقلت لها وماله، ما نعملش زيهم ليه. قمت بوستها ولقيتها بدأت تلمس كل حاجة فيا. كل ده وانا عمالة افكر انا ليه سايباها تعمل كده. لغاية لما لقيتها بدأت تلمس مناطق ما ينفعش تلمسها. مجالها كفاية كده، وعلشان برضو الحصة كان فضلها دقيقتين وتبدأ. وظبطنا هدومنا وطلعنا على الفصل وقعدنا مع بعض شوية. وطول مدة الحصة دي ندى كانت ماسكة ايدي، وانا بصراحة كنت مبسوطة جدا. خلصنا اليوم الدراسي وروحت البيت، وفضلت افكر في اللي حصل لدرجة اني ما كنتش عارفة انام من كتر التفكير. واول لما دخلت في النوم حلمت اني مع ندى وعملنا علاقة كاملة في الحلم. صحيت من النوم مبسوطة اوي، وكنت فرحانة علشان رايحة المدرسة وهقابل ندى. وصلت المدرسة ولقيت ندى واقفة مستنياني. أول لما شفنا بعض ادت لها بوسة، بعدها طلعنا الفصل لغاية لما الحصة الأولى خلصت. وقلت لها إني حلمت بيها وحكيت لها اللي حصل. متهيألي بعد لما سمعت الحلم بتاعي هي بقت مش على بعضها، وقالت لي تعالي معايا الحمام. نزلت معاها وأنا عارفة هنعمل إيه مع بعض في الحمام. أول لما دخلنا الحمام قفلنا الباب، وحصل اللي حصل، عملنا كل حاجة مع بعض. بعد لما خلصنا طلعنا الفصل وقعدنا مع بعض، وعينينا كانت مليانة حب. أول لما رجعت البيت غيرت هدومي ودخلت استحمى، حسيت بحاجة نزل على رجلي. بصيت على رجلي علشان أعرف إيه ده، لقيت في دم على رجلي. مجاش في دماغي غير إني ما بقتش بنت خلاص. طلعت من الحمام بسرعة وجريت على ماما. ماما شافت المنظر واتخضت، قالت لي انتي عندك الدورة؟ قلت لها مش معادة يا مام. قالت لي طيب عادي، ماما اصلا دكتورة نساء وتوليد، وقالت لي ممكن تكون الدورة بس مش منتظمة، يعني جت بس مش في ميعادها، عادي بتحصل. انا من هبائي قلت لها يعني انا لسه بنت؟
قالت لي أيوة طبعا، ولقيتها بتبصلي بطريقة غريبة كأنها شكت فيا. المهم الموقف عدى على خير، وفضلت أفكر هل اللي أنا بعمله معنا ده يستاهل إني مبقاش بنت؟ وقررت إني مش هعمل كده تاني مع ندى أو مع غيرها، مع إني عارفة إن الموضوع هيكون صعب عليا وصعب عليها، لكن لازم أخاف على نفسي وبرضه أخاف على صاحبتي. تاني يوم كان صباح أجازة، كلمتها وقلت لها عايزين نتقابل. هي كانت فرحانة قوي، لكنها ما كانتش تعرف إن المقابلة دي هتنهي العلاقة اللي بينا. أول لما ندى جت الشقة عندي خدتها وقعدنا في أوضتي وقلت لها على حصل، وقلت لها إني لازم أبطل أعمل كده، وهي كمان لازم تبطل. وبعد كلام كتير اتفقنا إننا مش هنعمل كده تاني. ومن ساعتها وأنا بطلت أتفرج على أفلام، ولحقت نفسي بدأت أذاكر علشان الامتحانات كان فاضلها 3 شهور، والحمد لله بقيت ملتزمة دلوقتي وبقيت ست متجوزة، وعندي ابني أحمد عنده 2 سنين، ربنا يخليهولي يا رب. ولسه أنا وندى على اتصال مع بعض، أصل احنا أصدقاء من زمان مستحيل نقطع مع بعض، وهي كمان حياتها بقت أحسن. وأتمنى ما تغلطوش الغلطة بتاعتي. أنا لما فقدت سيطرتي وبقيت عايزة أعمل كده مع ندى كنت هخسر أهم حاجة عند البنت وهي شرفها، لكن ربنا ستر ولحقت نفسي. أتمنى تكونوا استفدتوا من القصة. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا مشاركة للفيديو علشان تدعموني. أشوفكم الفيديو الجاي. باي.